السلام عليكم ورحمة الله حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بكم على قناتي وقناتكم فضاء سندس. كنعتذر على هذه الغيبة الطويلة. اليوم ان شاء الله رجعت لكم بواحد الطبق خليجي. هو في الاصل يعني الطريقة ديال الكويت، يعني طبق كويتي بامتياز، ونقولوا خليجي وكيجي بنين بنين وسهل وممكن تحضروه يعني غير بالمكونات اللي عندكم في الدار. فخليكم معايا غنتقلوا للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لهذا الطبق اللي هو السمك مقلي بالحشوه ديالو بطريقه سهله كتجي زوينه بزاف بزاف. غنتقلوا للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير فانا هنا عندي واحد جوج سمكات متوسطين. هاد النوع كيقولوا له هنا الصافي، ديروا اي نوع بغيتو ديال السمك. بطبيعه الحال مفتوح من البطن ديالو مغسول مزيان. عندي هنايا الشبت، تقريبا واحد 5 المعالق كبار ديال الشبت. عندي هنايا كاس ديال الرز منقوع في الماء، غسلته مزيان وخليته في الماء. عندي هنايا كذلك قزبر ومعدنوس. عندي هنا بصله مشلضه، ثومه محكوكه. عندي هنايا القزبر، الكركم، الزنجبيل. عندي هنا الكمون والفلفل الاسود والمليحه. وهنايا عندي هاد البهارات ديال السمك اللي كتكون مخلطه. وهنا هاد السمن. الا ما عندكمش نتوما غتستخدموا غير زبيده ولا تستخدموا الزيت عادي، يعني هاد الشيء اللي كاين. اول حاجه غنبداو بها هو هاد السمك ديالنا، غادي نفلحوه كيف تشوفوا معايا بحال هكا، وغادي نبهروه. فبالنسبه للبهارات غندير هذه ديال السمك اللي مخلطه. ممكن ديروا، ممكن انكم تستغنوا عليها، يعني غير البهارات الثانيه اللي قلت لكم فيها الكفايه. فغنزيد هاد شويه ديال هاد البهارات ديال السمك كيف غتشوفوا معايا بهذا الشكل. ونزيد عليها البهارات اللي قلت مع شويه ديال الكركم. يعني البهارات كيف ما بغيتوا نتوما. شويه ديال الزنجبيل. عندي هنايا شويه ديال القزبر، كنعرفوا القزبر كيتماشى مع السمك بزاف. والفلفل الاسود. وشويه ديال الكمون. صافي غنديروا واحد النقيطه ديال الماء، بطبيعه الحال ما نساوش المليحه. واحد النقيطه ديال الماء غير شويه باش هكا هذيك البهارات يعني تدخل لينا في السمك ديالنا. انا كيف كتشوفوا معايا هنايا، حيت السمك ناشف ما غاديش يدخلوا دوك البهارات، فانا من بعد غنزيد واحد النقيطه ديال الماء. وغادي نبدا نبهر هاد السمك هذا. كنبهروه بحال هكا مزيان مزيان، ونخليه واحد شويه جانبا. يعني ماشي ضروري ان حنايا نديروا ليه البهارات في الليل ولا هذا كيف شفتوا. صافي على هذا الشكل هذا وغادي نخليه. هانتوما كيف شفتوا معايا فانا البهارات درتهم حتى من الداخل. صافي غادي ندير الزيت يسخن، واحد شويه ديال الزيت ومن بعد نقليوهم. المهم هنا غادي ندوز للحشوه اللي غادي نديروها في السمك. بطبيعه الحال هما يا ما كيديروش الحشوه بحالنا عاد كيطيبوه، لا حتى كيطيب عاد كيديروا ليه الحشوه ديالو. هنايا غناخذ البصل اللي عندي. هنا تقريبا عندي واحد جوج حبات ديال البصل صغار. غادي نزيد عليهم الثوم، تقريبا واحد 3 ديال الفصوص. وغادي نزيد عليهم من هذاك السمن اللي قلت لكم، واحد المعلقه هكا ديال السمن. ما عندنا شاي فاحنا غنديرو غير زبيده ولا غير الزيت العاديه، يعني ماشي ضروري من هذا السمن هذا. فالمذاق ديالو يعني راه عادي بحال الزبده. صافي غادي نشحروا هاد البصيله مزيان مزيان فوق النار حتى كيتغير اللون ديالها كيف كتشوفوا معايا هنايا. صافي وغنزيدوا هذيك البهارات اللي هي الكركم. عندي هنايا القزبر، فلفل اسود، زنجبيل، الكمون، وهذيك البهارات اللي هي مخلوطه ديال السمك. صافي غادي نحرك كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا مزيان. بطبيعه الحال ما نساوش المليحه حتى هي، راه حنا غادي نضيفها ان شاء الله الرحمن الرحيم، ضروري من الملحه. صافي غنبقى نخلط بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا. من بعد غادي نضيف هذاك الشبت والقزبر ومعدنوس اللي عندي. بطبيعه الحال كنضيفوه حتى كطيح البصله مزيان باش هكا ما يتغيرش اللون ديالهم، ويبقاو عاطين النكهه ديالهم زوينه. صافي هنايا هانتوما ها هي الحشوه ديالي راها وجدات. كتكون على هذا الشكل هذا. هذه هي اللي غادي نديرو في البطن ديال السمك بعد ما نقليوه. هنا هو السمك ديالي بعد ما قليته كيف غتشوفوا معايا. فانا هنا عمرت به الداخل ديال البطن ديالو، وهذا اللي غادي يبقى غادي نستخدمه من بعد. هنايا البنات خديت هذاك الجدر ديالي اللي غنطيب فيه العيش اللي هو الرز. فخديت من هذاك الزيت اللي قليت فيه السمك، وغادي نضيف ليه هنايا البصله
غادي نشحرها مزيان حتى كتدبل لينا كيف كتشوفوا معايا. وغادي نضيف نفس هذوك البهارات. هنايا زدت عليهم غير الهيل، يعني الهيل اللي عندكم مطحون ديروه، ما عندكمش مطحون ديروه كيف درتو انا حبوب، ماشي مشكل. يعني نفس البهارات اللي درنا في الاول في الحشوه هما اللي غادي نعاودو نضيفوهم. صافي كنحرك هكا مزيان حتى كتطيح لي هذيك البصيله وكتدبل، كتشرب هذوك البهارات اللي ضفنا ليها. من بعد غادي نضيف لهم القزبر ومعدنوس، وغادي نضيف كذلك الشبت. فهو راه كيعطي واحد النكهه بنينه هاد الشبت بزاف بزاف مع هكا الاطباق ديال السمك. صافي كيف كتشوفوا معايا على هاد الشكل هذا، ها هو الشكل ديال هذا اللي غادي يكون لتحت في الروز. غادي نضيف هنايا الروز معاهم. بطبيعه الحال انا هنا قلت لكم راني عندي درت كاس كبير ديال الروز، نتوما على حساب الافراد اللي عندكم. كيف ما كنقولوا دائما كاس ديال الروز كيعادلوا 2 كيسان ديال الماء. كنستخدموا الماء يكون غليان ضروري هكا باش كيجينا الروز طايب وكيبقى حبه حبه. وطبعا راه حنا الروز كيف كنقول لكم كنغسلوه وكنخليوه مرقد لواحد الساعه تقريبا. صافي ها هو هنا غادي نضيف المليحه، ضروري نملحوا الروز ديالنا. وهنايا في هذه الفتره هذه كتكون العافيه مجهده كيف كتشوفوا معايا، فالعافيه راها مجهده، يعني حتى غادي نشوفوا الروز شرب هذاك الماء ديالو وكون واحد الفقاعات غادي يبانوا لكم هنا. ها هو شفتوا الروز ديالنا صافي راه شرب هذيك الماء كامله وكون بحال واحد الدويورات كيكونوا الفوق. هنايا غادي نديروا العافيه بحال الشميعه، يعني غادي نقصوا العافيه بزاف يعني. ونضيفوا هذاك السمك اللي حنا درنا ليه الحشوه غنحطوه فوق هذاك الروز، وهذيك الحشوه اللي بقات لنا حتى هي غنحطوها تما في الجنب كيف غتشوفوا معايا. وغادي نسدو عليه بالالومنيوم ونرجعوه واحد 20 دقيقه فوق النار. العافيه تكون بحال الشميعه. فحنا كنحصلوا على هذه النتيجه من بعد. ها نتوما شوفوا الروز ديالنا كيف كيبقى حبه حبه، يعني ما كيتعجن ما حتى حاجه. ها نتوما كشفتوا معايا. صافي هنايا غادي نبداو نحطوا الروز ديالنا، وهذيك الحشوه كنحطوها من الفوق، عاد كنحطوا فوق منها السمك. نزينو هكا بحبيبه ديال القزبر ومعدنوس شويه ديال الحامض، وكتجي بنينه بالصحه والراحه. سمحوا لي ما انتبهتش للطبسيل، ما نظفتش لي الجناب ديالو. فنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم، وكونوا اكيدين ان هاد الاكله هذه اللي جربتوها غادي تعجبكم كتغيير في الطرق ديال تقديم السمك والطهي ديالو. كنتمنى تجربوها وتخليو لي ارائكم وتعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.